أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ولايف جديد من ملعب بيبو. أهو على حسب رغباتكم إحنا شغالين علشان بس تعرفوا إنه القناة قناتكم مش قناتنا ولا حاجة. طيب مبدئيا بس أرحب بحضراتكم، وكمان أستنى دقيقتين على ما الناس تتجمع علشان عندنا تصريحات مهمة وعندنا تعليقات كمان مهمة جدا جدا النهاردة أكيد بتشغل بال حضراتكم. برجاء لايك وشير ده أهم حاجة يعني علشان بس الفيديو بتاعنا يثبت. تحياتي لماما هناء، تحياتي لحضرتك منورة الدنيا. أستاذ شعبان طلب، وعليكم السلام، تحياتي لحضرتك. أستاذ فلاح تويج أو أستاذ فلاح حسن، تحياتي ليك، منور الدنيا. أستاذ عصام أبو مكة الأهلاوي، وعليكم السلام، تحياتي ليك، منور الدنيا. تحياتي ماما أمينة، وعليكم السلام، منورين الدنيا. عم حسين فؤاد، تحياتي لحضرتك، وتحياتي لكل الناس اللي هتشرفنا. أستاذ طه، أستاذ أيمن، تحياتي لحضراتكم جميعا. طيب ننتظر بس كده إيه الشباب يتجمعوا كلهم، وعلشان عندنا بعض الأمور اللي هنتناقش فيها النهاردة، وكمان يمكن كان في مؤتمر لسه خلصان من شوية، فبالتالي برضو ايه اخدنا منه بعض التصريحات كده المهمة جدا جدا، وهنتناقش في كل ده مع حضراتكم. لكن خلينا بس في البداية كده قبل ما نبدأ برجاء بس لايك وشير. أستاذ محمد زكريا، تحياتي لحضرتك، شرفتني ونورتني، منور الدنيا. تحياتي لكل الأهلوية الجمال. قبل ما أبدأ بس كده حابب أشكر كل الناس اللي شاركت في الهاشتاج اللي كان بيدعم الأستاذ إبراهيم المنيسي، واللي يعني بعد دقايق يا أستاذ إيهاب يوسف، تحياتي لحضرتك، شرفتني ونورتني، ويعني أسعدت بوجودك معايا كمان. أستاذ أشرف خطاب، تحياتي ليك، منور الدنيا. أستاذ محمد الجنايني، تحياتي. ممكن أعرف ليه تعليقي بيتمسح؟ لا، محدش مسح تعليقك يا أستاذ محمد. آه لا، طب حد بس يعرفنا يا جماعة، ومين بيمسح التعليق بتاع الأستاذ محمد الجنايني؟ ولو في أي حاجة برجاء التواصل معايا على جروب الواتساب. يعني بعتذر. طبعا بتشرف بوجود قناة صوت الأهلوية، آه، الأستاذ إيهاب، وبطلب كمان من كل الحاضرين ل يعني معانا في قناة ملعب بيبو إن هم يشتركوا لو لسه ما اشتركوش مع الراجل. طيب خلينا نبدأ بس سريعا كده. بدأت الهجمة الشرسة على كل الناس اللي بتدافع في السوشيال ميديا على النادي الأهلي، فبالتالي تلاقي حضرتك بيطلع مثلا ايه فلان وفلان، ويقعد يشكك في ده ويقعد يشكك في ده، وغير السباب واللعان اللي انت شايفه يعني على كلا الجانبين. طيب بس كده؟ لا، مش بس كده. دعمنا طبعا احمد اسامه في الاول، لان هم الهجمه كانت شرسه عليه بسبب انه كل واحد بيعمل شغله المظبوط تجاه الناس وتجاه الجماهير، ويحاول يوصل ماده اعلاميه محترمه. هم بيسلطوا عليه اللجان بتاعتهم، فبالتالي كل الدعم لكل صوت اهلاوي محترم يليق باسم نادينا. طيب كمان النهارده يمكن تصدر هاشتاج ادعم الاستاذ ابراهيم المنيسي، او تابع الاستاذ ابراهيم المنيسي على تويتر. النهارده كان يعني هاشتاج رقم 1. هو ده يا كابتن حازم اللي احنا بنتكلم عليه. وقت ما بتحتاج دعم من الاهلاويه، طالما انت انسان يعني في احترام وفي التزام وفي دفاع عن نادينا، وفي يعني مسانده للكيان ككل، من الطبيعي جدا انك تلاقي جماهير النادي الاهلي بتقف بجوارك.
طيب كمان بس قبل ما نبدأ بقى ورضا سر السعادة تحياتي لحضرتك. وعليكم السلام سوزان منورة الدنيا. فين أحمد قوطة؟ فين الريس بتاع العصابة راح فين؟ طيب على ما يجي بس طبعا احنا بنهزر. وفين كمان أستاذ سعاد ساعات وأبو عمر وكل الناس كل الناس اللي هتشرفنا وتنورنا. تحياتي ليكم جميعا. طيب خليني بس اقول لك كده بعد الخبر اللي سمعتوه عن يعني مباراة النادي الاهلي امام نادي الوداد اللي هتكون في العودة، و يعني الحكم اللي عليه علامات استفهام كتير. لكن خليني اقول لك انه كمان في لجنة من الحكام يعني اللي مسؤولين عن الحكام في افريقيا هيجتمعوا وهينظروا للتعيين ده. وقد يكون انا ما بقولكش ان الكلام ده اكيد، لكن من خلال متابعتي للاحداث على الساحه الافريقيه بيقولوا ان هم يجتمعوا ويحاولوا كمان انهم يعني يشركوا بعض من الحكام الشباب الجدد، وممكن يتم تغيير القرار. طيب على هامش الحوار ده كمان خليني اقول لك انه واحنا النهارده يا استاذ محمد زكريا تحياتي لحضرتك. يعني نقدر نقول كده احنا النهارده كام؟ 25 5. خليني اقول لك انه بشكل رسمي الانديه اللي اتحط اسمائها المشاركه في كاس العالم ل 2025 لحد الآن في افريقيا النادي الاهلي المصري، ونادي الوداد المغربي، واسيا نادي الهلال، و اوراوا الياباني اللي كسب الهلال في المباراة الأخيرة 2-1. كمان الكونكاكاف مونتيري المكسيكي، وسياتل ساوندرز الامريكي، ومن اوروبا تشيلسي الانجليزي، وريال مدريد الاسباني، ومن امريكا الجنوبيه فلامينجو البرازيلي، وبالميراس البرازيلي ايضا. بكده محدش يطلع بقى يعني يقعد يهري علينا ويقول لنا انه بكده لو النادي الاهلي ان شاء الله طبعا في طريقه لل11 فهيتم مشاركة نادي الزمالك في كأس العالم. ده كلام ملوش أي أساس من الصحة. تحياتي ل يعني الحاجة نعيمة السيد أستاذتنا، بنتشرف طبعا بتواجدك معانا. طيب كمان على هامش الأخبار بتاعتنا إنه يعني صدر خلاص العقوبات بتاعة الاتحاد المصري لكرة القدم، اللي يعني كنا منتظرين فيها عقوبات نادي الزمالك. معلش أنا آسف يعني، بس كنت في الكلية وكده، فمعلش أنا بعتذر على التأخير. بس برجاء لايك وشير لكل الناس اللي تشرفنا وتنورنا. طيب خلينا بس نقول انه طلعت خلاص العقوبات من لجنة المسابقات، واللي بيها اعلنوا على غرامة 20,000 جنيه وايقاف مباراتين لمحمود علاء بعد طرده وبعد تعديه على يعني الكاميرا مان الخاص ب تصوير المباراة. وهنا يعني بنتوقف قليلا، يعني عادي جدا ان احنا نيجي في اوقات ونعمل باركينج كده. طب فين يا جماعه باقي العقوبات اللي على باقي اللعيبه، زي مثلا اللي على الانديه عفوا زي نادي الزمالك وانسحابه من بطوله السوبر، وكمان العقوبات على جماهير نادي الاسماعيلي، والعقوبات على جماهير نادي الزمالك في يعني التعدي اللفظي على الجماهير وبعضها، وكمان احتجازهم لجماهير نادي الاسماعيلي في اروقه الشوارع بجانب استاد الاسماعيليه. طيب كمان خلينا نتكلم على بعض المشاكل كده اللي بدأت تظهر على الساحة الرياضية الأهلوية. وكمان يعني خليني أقول لك وبشكل صريح كده، وخدها مني وما تقعدش تدور ولا تتعب دماغك في
حوارات وحواديت ممكن تحصل حواليك. الاستاد النادي الأهلي طلب عرضين في يعني للجهات الأمنية، يا إما يتوافق على 60,000، ده الحد الأدنى، الحد الأدنى للحضور الجماهيري لملعب القاهرة في المباراة بتاعة الأهلي والوداد في نهائي إفريقيا، يا إما يعني أنتوا تفتحوا الاستاد ويعني خلاص بقى، يعني أزيك زي ما حضراتكم يمكن سمعتوا في ملعب مركب محمد الخامس هيكون كمان الجزء اللي كان موجود في الملعب، اللي يمكن نفتكر اللي كان النادي الاهلي حاطط فيه البانرات بتاعته السنه اللي فاتت، يعني دلوقتي ركبوا له دعامات وبتاع، وبداوا يجهزوا الملعب وبداوا يحشدوا ل يعني اكتر من 60,000 متفرج من الان لمسانده نادي الوداد. ويعني بنرى انه الناس لسه مكتوفه الايدي. يا استاذه امنيه، تحياتي لحضرتك. استاذ سعيد ابو حسين، وعليكم السلام، تحياتي ليك، نورتنا وشرفتنا. فبالتالي بنطلب من الناس المسؤولين ان هم يعني يلقوا نظره للنادي الاهلي الممثل ل يعني بلدنا مصر، وده النادي اللي يعني على راي الناس اللي بتقول، وخلينا كده ايه نشوف وننفذ بقى، طالما هي شعارات وبتطلع وبتتقال علينا، خليها تبقى حقيقه، وانه ده النادي الوحيد اللي بيسعد وبيسعد الشعب المصري والوطن العربي وكمان القاره الافريقيه كلها. طيب، على هامش موضوع المباراه، طبعا انتاب كده او جاءنا الشك يا استاذ عصام، انه يا كابتن حازم، انه لا يا جماعه، محمد الشناوي بيعاني من ازمه يعني ايه عضليه رهيبه جدا، وقد تمنعه من الحضور للمباراه النهائيه او المباراه الاولى على الاقل. انا بقول لحضرتك انه، وزي ما اكدت امبارح وقلت لك، انه جاهزيه الشناوي في المباراه الاولى اللي هتبقى يوم 4 القادم ان شاء الله هيكون متواجد في السكواد الاساسي، لانه دلوقتي هو شغال في برنامج تاهيلي، وحقن البلازما شغاله الله ينور، وبيحضر يمكن العادي والطبيعي انه اي لاعب بيعمل جلستين في اليوم، لكن هو تخطى ده وبيعمل 3 جلسات في اليوم. ولو كان في وقت اكتر من كده كمان، لولا يعني انشغالنا بالمباريات بتاعه الدوري يا استاذ فلاح، كان عمل اكتر واكتر كمان من اللي يعني بيقدمه دلوقتي مع دكتور المعد البدني. يا استاذه سلمى، تحياتي لحضرتك، دايما بتشرفينا وبتنورينا، وبنسعد دايما بتعليقاتك. طيب، فمن هنا نقدر نطمن كمان على محمد الشناوي وعودته الاساسيه في المباراه بتاعه النهائي الافريقي، المباراه الاولانيه، وبالطبع طبعا هيكون متواجد في المباراه الثانيه. لكن خلينا نتكلم على المباراه اللي جايه، اللي هيكون كمان في غياب لحسين الشحات. ركز بقى معايا، حسين الشحات، محمد عبد المنعم برضو، وكمان هيغيب علي لطفي، وهيغيب حمزه علاء، وهيغيب كمان محمود عبد المنعم كهربا، ودول اللي تأكد غيابهم بالفعل، بجوار كمان احتمالية عدم مشاركة علي معلول للإراحة، يعني للحفاظ عليه، ويعني للحفاظ كمان على مجهوداته، علشان احنا أكيد محتاجينه في النهائي الإفريقي بتاعنا. لكن على الجانب الثاني برضو خلينا نقول احنا عندنا 3 حراس مميزين جدا جدا، لكن اللي متواجدين في المباراة اللي جاية هيكون مصطفى شوبير، وهيكون كمان مصطفى مخلوف، هم اللي بيقودوا يعني حراسة مرمى النادي الأهلي أمام طلائع الجيش. طيب، كمان على الجانب الثاني نبص نلاقي تطلع اخبار او يطلع ناس كده ما لهمش اي 30 لازمه في الحياه، وانا بشكر حضراتكم طبعا على عدم متابعتكم ليهم. حتى احنا كمان، او انا على المستوى الشخصي، ما كانش عندي اي شك في انه حضراتكم هتنتبهوا جيدا، وعدم المتابعه للناس دي
وعدم كمان المشاهده على حلقاتهم ايا كان على اليوتيوب او على تويتر او على الفيسبوك او على اي منصه من ضمن المنصات، ده بيعمل تاثير كبير جدا جدا جدا. طيب عندما علمنا بإصابة الحارس الأساسي للرجاء كانت الفرحة كبيرة، فمن الواضح غضب ربنا علينا، والحمد لله على كل حال. ما تقلقيش يا أستاذة نعيمة السيد، إن شاء الله يكون تواجد الشناوي في حراسة مرمى النادي الأهلي، ده بشكل مؤكد مليار في المية. ما مش عايزين الشك يوصل لقلوب الأهلاوية. طيب خليني بس أأكد لحضراتكم انه الاخبار اللي بتشاع دلوقتي على يعني عدم الاستقرار في حراسة المرمى، واللعيبه اللي بيجي لها اجهاد وما اعرفش ايه والكلام دوت. تحياتي يا ابو عمر، منور الدنيا. لا انا احب اقول لحضرتك يا كابتن ميدو، يا يا ابو الكباتن، يا بتاع خرابات اوروبا، يا فلوسي فين يا ابن الزملكاويه، ها، يا بتاع المدرب العالمي. ها، قبل ما تتكلم على انه في يعني دلع وشعوذه على لعيبه النادي الاهلي، ارجوك بس تعرف كده ايه وتمسك الجدول وتشوف انه في 44 مباراه ولسه العداد شغال للاعبي النادي الاهلي فقط في موسم 2022 2023 اللي لسه ما انتهاش. اللي لسه ما انتهاش يا كابتن ميدو، اللي المفروض حضرتك ترد على الكابتن ثروت سويلم اللي طلع واتكلم كمان عن موضوع فتح باب القيد قدام نادي الزمالك للمشاركة في البطولة العربية، واللي ما ينفعش انه يعني يشارك كده بايه، بالسكواد اللي موجود دلوقتي. وبعض ما قلنا لحضراتكم وذكرنا اكتر من 10 لعيبه هيرحلوا عن نادي الزمالك. يا باشمهندس محمود داوود، تحياتي ليك، نورتنا وشرفتنا. فبالتالي حضراتكم دلوقتي انت عندك من الاخبار الكتير قوي اللي تتناقش فيها، عندك من يعني العديد من القضايا اللي ممكن تتكلم عليها. عندك مثلا يعني على سبيل المثال انت كوزير الشباب والرياضه، الشباب اللي عماله تهرب، ولولا معالي رئيس الجمهوريه انتبه للولد اللي كان هربان وادى توصيه بان يعني على وزاره الشباب والرياضه تنتبه مش لنادي الزمالك، تنتبه للمواهب الصاعده. انت بس اللي في دماغكم ازاي نحارب النادي الاهلي، ازاي احنا نقدر يعني نضع كده ايه، عايز اقول لك التراب على اي تورته موجوده او اي شكل او اي منظر موجود في الرياضه بتاعتنا، فتلاقيهم طالعين يقولوا لك ايه. وخلي بالك، اصل كعاده الناس دي وهي مسؤوله كده في مناصبها، ما هي الافكار دي يا جماعه لو فكرنا فيها بس شويه وقعدنا كده نركز في الكلام اللي بيتقال علينا، هو ليه الكلام ده بيتقال اصلا؟ ليه التصريحات دي يا استاذه امنيه بتتقال؟ واحد كان مسؤول في منصب في اتحاد الكورة، لما بيتكلم كلام هو بيتكلم بناء على الأفعال اللي كان بيعملها تجاه نادي الزمالك، يعني أو تجاه أي مصلحة تخص نادي الزمالك في الوقت اللي هو كان متواجد فيه. فجاي حضرتك دلوقتي زعلان انه بيطالب بفتح باب القيد لتسجيل لاعبين جدد قبل حتى ما فتح باب القيد الرسمي اللي اعلن عنه عدد كبير جدا من رؤساء الرابطه واللي مسؤولين في الانديه، وكمان الاستاذ او الحاج عامر حسين اللي قال لك انه فتح باب القيد هينتهي بعد 30/7. بعد 30/7 تيجي تسألني ليه؟ هيكون في الوقت ده في أحد البطولتين انتهينا منهم خلاص، ومن حقك ساعتها إنك تفتح باب القيد. حتى لو اتأجل كأس مصر لماتش أو ماتشين تاني مش هيبقى عندك فيها مشكلة. ليه مش هيبقى عندك فيها مشكلة؟ لأنه أنت عندك بطولة اوريدي انتهت، أنت عندك البطولة الأكبر اوريدي انتهت، وممكن اللي يشارك في كاس مصر بعد كده ما يشاركش بالسكواد اللي ضافه، وطبعا الكلام دوت مش هيرسي على النادي الاهلي. فبالتالي احنا واعيين
جدا جدا لبعض التصريحات اللي بيطلعوا بيها علينا الاعلام المتبيض. الاعلام المتبيض اللي بقت مشاكله واصله للقلعه الحمراء. القلعه الحمراء النهارده اللي حضراتكم يمكن شفنا اجتماع، وخلينا بس ايه يعني نخوض في الاجتماع ده شويه قبل ما، علشان الكلام عليه بصراحه كتير. يا دودو، دودو، الاكل على البوتاجاز، ها؟ انا ايسمل. معلش يا شباب، الولاد بس جم من المدرسه. المهم، فبس بعد المؤتمر ده برجاء بقى لايك وشير، علشان اكيد ايه طالما هنتكلم في المؤتمر وفي الهري بتاعهم، وهنكشف الخبايا وهنكشف الاسرار وهنكشف قدام حضراتكم دلوقتي. انا طبعا زي ما وعدتكم انه احنا مش هنتابع الناس دي، فبالتالي مش هنشغل لهم حاجه. علشان كده عملنا، سجلنا النقاط بتاعتنا اللي اتذكرت في المؤتمر اللي اتعمل في نادي الزمالك، وبناء عليه تم كالآتي: لايك وشير بعد إذنكم يا شباب. سجل عليهم غياب. حاضر. هنسجل عليهم كلهم غياب. طبعا طبعا ابو ريده طبعا علمهم، لكن ما تقلقوش الكلام ده مش هيتم زي ما تم مثلا قيد احد اللعيبه يا استاذ ناصر، او يا استاذ ناصر عفوا، بعد قفل باب القيد بشهر، ب 30 يوم في السجن، يسجلوا لعيبه وعادي جدا، وقولوا للي اكل الحرام يخاف. ده انت في المركز الرابع ولسه ياما هتشوف، فجاي تدور على حقك بالحرام. عيب، عيب يا جماعه، عيب. عيب الناس اللي طلعت تتكلم النهارده، او قبل ما نتكلم كمان على المؤتمر الصحفي. تعالى بس افكرك ب معلش، انا بس ايه لازم اشغل المقطع ده، يعني اعصرني. اعصرني عادي زي الليمون كده، عادي. معلش، علشان بس عجبني فقلت ايه لازم امتع الحبايب. ربطوا بكلمة بليلة. تعال، ايوه، القصة تعالى بس كده بالراحه على نفسك. لايك وشير بعد اذنك، بعد اذنك، لايك وشير، لايك وشير، علشان ايوه هديها له دلوقتي في الفلنكات. هديها له دلوقتي عشان يروح يتزحلق عند الشلالات، شلالات نياجرا اللي جنبي هنا، ها؟ يعني ما تبقى ممكن اقطع لك التذكره على حسابي. ما تيجي فاكرين؟ بص يا جماعه، استنى قبل ما اشغل لكم بس كده هوضح بس معاكم حاجه. فاكرين برنامج ابراهيم ناصر لما كان بيجيب احد الضيوف زمان ويجي يقول لك ايه قبل ما يشرح الموضوع؟ انتوا طبعا عايزين تعرفوا ايه حكايه البليله. انا في كندا يا استاذ ايهاب. قبل ما تعرفوا حكايه البليله، وقبل ما يعني ينتاب اليكم هذا الشعار يعني المسجل في الشهر العقاري وفي وزاره التموين باسم نادي الزمالك، هل علل؟ عارف انت فاكر استاذ اسمه ايه، رمضان مبروك ابو العالمين حموده؟ ازيك يا استاذ رمضان؟ عامل ايه يا استاذ رمضان؟ لايك وشير يا استاذ رمضان. بص بقى يا سيدي، لاول مره انت النهارده هتعرف معايا ومعاك لماذا اطلق لقب البليله على اسم نادي الزمالك. طب بجد بجد وجداني كده، بدل ما تسيبني اهري وحداني، قول لي انت امتى عرفت يعني، او امتى اول مره عرفت يعني موضوع شعار نادي البليله؟ امتى كده قبل ما اشغل معاك؟ يلا وريني كده اللايك، يعني التعليقات بتاعتكم قبل ما هدي لك 30 ثانيه. يلا خليك سريع في الكتابه علشان ما نضيعش وقت الناس، علشان في لايكات بتضيع وفي حاجات بتضيع. وعليكم السلام يا استاذ محمد دياب، تحياتي لحضرتك، نورتني وشرفتني. طيب، يلا يا شباب قولوا لنا امتى اول مره عرفت موضوع لقب وشعار نادي البليله. يعني انا لو سالت اي اهلاوي دلوقتي امتى يا ابن الناس عرفت لقب وشعار نادي القرن، هيقول لك 2001. بص، سهله وسريعه ومش مستاهله. نضرب يا سيدي، نديها له. يلا اضرب بقى اللايك بتاعك المتين، وكمان
لأ بقى بتهزر، لأ أنا كنت الأول بميسيساجا، لكن بعدين عزّلت وبقيت ببرلينغتون، علشان كده باقول إن أنا قريب نطلع بالمستند الأول يا أستاذ طه، علشان كده عزّلت. لأ، ما بصراحة منطقة زحمة وأنا باحب الهدوء. أهي، ماشي، ماشي، يبقى كده شكلنا جيران، شكلنا جيران يا أستاذ إيهاب. طيب شكلكم كده لسه ما عرفتوش حكاية البليلة. النهارده قبل ما أقول لك المؤتمر، وقبل ما نتكلم على الفراخ، وقبل ما نتكلم في الهري ده كله، تعالَ أنا وأنت نعرف الحكاية بدايتها منين. الزمالك وارتباطه بكلمة بليلة. القصة بدايتها ازاي؟ بقول لحضرتك، انا كنت يعني رئيس تحرير المجله، مجله نادي الزمالك، مجله نادي الزمالك. فعملنا الصفحه الاولى كانت بتبقى كلها عناوين، والعناوين بتنزل يعني بيكبر البونت يفضل لغايه كده، لغايه ما يبقى فيه على الغلاف، اخر حاجه على الغلاف. فكان اخر سطر في العناوين: رئيس الزمالك يمنع البليله داخل النادي، بيع البليله داخل النادي. 7 كلمات بالظبط، هم رئيس الزمالك يمنع بيع البليله داخل النادي. لقيت مصر كلها بتكلمني: يا استاذ علي، ده عنوان، ده ينفع بتاع مش عارف ايه وعنوان ايه. قالوا لي حد يكتب البليله. لا، 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 لأ، مش هاسيبك غير لمّا تقول لي يا أستاذ مايكل حبيبي منوّر الدنيا، تحياتي، إمتى أول مرّة عرفت موضوع لقب البليلة؟ بُص، مش لازم تقول لي، لازم تكتب لي في التعليقات كده وتقول لي إمتى أول مرّة عرفت موضوع لقب بليلة ده. أكيد أنا باقول لك أهو إن دي أول مرّة أنت تعرف إنه اتكتب يا أبو إسلام، يا أستاذ أبو إسلام مهنا، تحياتي لحضرتك، أحلى مسا عليك، منوّر الدنيا، تحياتي، شرّفتني ونوّرتني. أستاذ سعيد أبو حسين، قُل لي أنت أول مرّة تعرف والّا لأ؟ لو أول مرّة تعرف يالّا بقى شيّر اللايك، شيّر الفيديو واعمل لايك علشان الفيديو كمان يوصل لكل الناس وغيرك كمان يعرف ويستفاد. بعد ما خلصنا من موضوع الفراخ وأزمة الفراخ، دخلنا دلوقتي على أزمة عالمية، أزمة عالمية، والناس اللي عاشت في أوروبا والدول ال يعني أقول إيه، مش المتقدمة، ما ينفعش عيب، لأنه إحنا برضه من الدول المتقدمة دلوقتي، يعني مصر من الدول المتقدمة جدًا دلوقتي يا جماعة. لا باتكلم بجد، اللي عاشوا في دول أو في بلاد المهجر عارفين أهمية الصابون بتاع الحمام، وعارفين كمان أهمية ويعني مدى يعني احتياجهم للمناديل بتاعة التواليتات. التواليتات، الكابينيه، مش عارف الكابينيه، أيوه يا جماعة. معانا ومعاكم دلوقتي أنت حالًا في مشكلة يعني جسيمة يا معالي الوزير، زي ما حضراتكم حليتوا أزمة ال إنه الناس ما تعملش الكنيف في الشوارع، دلوقتي حضرتك في أزمة كبيرة جدًا، 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 صدِّق أو لا تصدِّق. الناس في نادي الزمالك الكبنيهات بتاعتهم ما عندهمش صابون ولا مَيّة ولا حتى مناديل يمسحوا. خُد يا ابني، أصل أنا بس رقبتي وجعاني جدًا النهارده، استنى كده، استنى أجيب لك علبة المناديل اللي هنا، راحت فين؟ أكيد الولاد طلعوها برّه، يعني دايمًا بيبقى عندي علبة مناديل على المكتب بتاعي. فأنا دلوقتي عندي مشكلة، لايك بجد، لايك وشير يا جماعة، عندنا 30 واحد برّه مش عاملين لايكات، ما ينفعش كده عشان ده لسه اللي جاي سواد. ده أنا ملخّص لك المؤتمر اللي قاعد يرغي فيه معانا ساعتين، وجايب لك تصريحات مهمة جدًا، جدًا، وعندي كمان بعض التعليقات على يعني صَدْب أحد أعضاء أو أقول لك إيه، اللي كان أصلًا جاي رئيس نادي الزمالك بدال مرتضى منصور قبل ما يرحل النهارده. فادّيني بس إيه، اللايك بتاعك كده علشان الفيديو بتاعنا يثبت على المنصة. آآ حبيبي يا هوبا، حبيبي، أنا عارف إن أنت كُلّك واجب. طيب، بس خلّينا بس إيه، يعني يا جماعة معلش عشان دي بس بجد، بجد مشكلة كبيرة.
يا جماعه ازاي يبقى في حمام ما فيهوش لا صابون ولا ميه ولا حتى يعني مناديل؟ طب يعني الريحه طيب ايه؟ طب الاطفال بيلبسوهم بامبرز وعادي ممكن المامو بتاعتهم اللي كانت بتتشتم ليل ونهار، ها يعني ليل ونهار بتشتم وانا على القناه بتربى، وانا ده غير التهزيء للعيبه امبارح. ما اتكلمش على الحاجات دي. رضا سر السعاده، تحياتي لحضرتك، نورتيني وشرفتيني. وي نيد تو سند ذا بوكس اوف يا المفروض لا بوكس واحد مش كفايه يا جماعه. يا جماعه دول 40,000 يعني محتاجين يتشطفوا ويستحموا علشان بقت ريحتهم، يعني مش عايز اقول بقى عشان الفضيحه، وبقت ريحتكم على كل لسان وعلى كل مناخير يا بطسطه. فلوسي فين يا ابن الزملكاويه؟ قال لك انا ماشي. اولى التصريحات معانا النهارده يا استاذ عبد السلام فتحي، تحياتي لحضرتك، شرفتني ونورتني. ويعني بسعد بكل الناس اللي جات لنا كمان من عند ابو مروان، الراجل محترم الداعم لينا. واحنا كمان بنطلب من كل حبايبنا اللي مش مشتركين في قناه ابو مروان كمان يشتركوا معاه. فدلوقتي اولى المشاكل بتاعتنا، وقبل ما يفجرها المر بزياده الحبسجي. واحنا هنا لما بنقول حبسجي يا جماعه احنا لا نسيء للشخصيات. لما كان مستشار كنا بنقول عليه مستشار، لما بقى معزول قلنا عليه يا سوزان ان هو معزول، لما بقى دلوقتي اتسجن بقينا بنقول عليه ايه؟ الحبسجي. فده عادي جدا. قال لك انا ليا 150 مليون ودافع 31 مليون، مش عايزهم ازاي وانت في المؤتمر اللي فات؟ ها، في المؤتمر اللي فات الخدمه في الدرج، ايوه في الدرج، وكتبت الاوراق بتاعتك وقلت انا عايز فلوسي قبل ما امشي، انا عايز فلوسي، ادوني فلوسي. وجيت في الميكروفون، فلوسي فين يا ابن الزملكاويه؟ ادوا لك فلوسك؟ لا. ليه لا؟ ليه لا حضراتكم؟ انا هقول لك الحكايه من البدايه يا استاذ ممدوح منير، تحياتي لحضرتك، نورتني وشرفتني. اولى المشاكل كده اللي عملها رئيس نادي الزمالك المعزول او السابق، اللي صدرها ليهم خلاص ب يعني احاله او اقاله سليمان وهدان من منصبه قبل ما يمشي. ايوه قبل ما يمشي يا استاذ احمد الجزار. تخيل يا استاذ شريف رزق الله ان الراجل ده قبل ما يمشي ضرب لهم كده ايه؟ قنبله موقوته. هقول لك ليه ما تقلقش. بعد ما قال لك ان انا ماشي من نادي الزمالك ومش عايز الفلوس بتاعتي، وكمان قعد يسب ويلعن في الخطيب، وقعد يسب ويلعن في ممدوح عباس، وقعد يسب ويلعن في كل الناس، قال لهم ايه؟ قال لهم انا كمان بعد 3 جلسات احنا انعقدنا فيهم رحنا شايلين سليمان وهدان علشان ما حضرش. طب انت في حكم محكمة طلع ضدك، منين اجتمعتوا ومنين قدرتوا تحطوا القرارات بتاعتكم، ومنين اقلتوا واحد من ضمن الاعضاء، ومنين بعتوا كمان الاوراق دي ل يعني وزارة الشباب والرياضة، ومين اللي وقع على المحضر بتاع الجلسات؟ كل دي أسئلة احنا هتسمعوها بقى وتسمعوا الهري في الأيام اللي جاية عليها. طيب طب كمان يعني اوعوا تصدقوا الإعلام اللي طالع دلوقتي ويدافع عن النادي الأهلي. طبعا غير انه اتكلم على انه في مشكلة دلوقتي عن على سيف فاروق جعفر، وفي مشكلة كمان على يعني لعيبة تانية، وانه في قضية ساسي ومعرفش قضية مين ومين، وفي كوارث قد كده عليهم وغرامات محتاجين يدفعوها 1.5 مليون دولار. كل ده احنا لسه مش عارفين هو في ايه. طيب كمان اتهم الكابتن محمود الخطيب
بان اللائحه بتاعت النادي الاهلي مش سليمه، وانه اللائحه تم الاتفاق عليها بشكل ودي، وده كلام ملوش اي اساس من الصحه. طبعا انتوا فاهمين انه صرح هو كمان وقال ما حدش يقدر يعني يقيل او يشيل مجلس اداره الزمالك او رئيس نادي الزمالك غير النيابه او القضاء او الجمعيه العموميه، هي اللي من حقها ان هي تحيل او تزيل عضويه رئيس النادي. طب ماشي، ما هو قرار من المحكمه، احنا ما قلنالكش انه ده قرار صدر من عربيه الفول اللي على الناصيه، احنا بنقول ان ده قرار صدر من المحكمه. كمان اتكلم على انه اتوافق على لائحه نادي الزمالك ب اللائحه اللي ماشي بيها بتاعت النظام الاساسي ب 19500 عضو وافقوا عليها، وده كذب. يوم 22 اكتوبر 2022 اعلن عن جمعيه عموميه في جريده الاهرام والاخبار، والنور اتقطع عليهم في الجمعيه العموميه اللي كانوا عاملينها، ووزاره الشباب والرياضه الغت الجمعيه العموميه، فبالتالي اللائحه بتاعتك ملهاش اي اساس من الصحه علشان تشتغل بيها. طيب كمان يعني قعد يسب في الاعلامي احمد جمال واتهمه باهلاويته، واتهم كمان عفت نصار باختلاس 15,000 دولار من نادي الزمالك. اتهم كمان الباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه السابق بانه يعني كان متربص لمجلس اداره النادي يوم ما شال المجلس بتاعهم. كمان اتهم النادي الاهلي يا استاذ محمود كهربا يا استاذه ساعات بانه الكابتن محمود الخطيب بيروح لشيوخ وبيعمل اعمال سحر للعيبه. يا راجل يا راجل، اتكسف على دمك بقى، خيبه فلوسي فين يا ابن منصور. المهم كمان اتكلم على ما عنديش ما عليش فلوس ليه اللعيبه اللي موجوده في النادي، وده كذب طبعا. قال لك الناس اللي بتتكلم على الروح الرياضيه، فين الروح الرياضيه وفين بتوع البليله والطعميه، وقعد يسب ويلعن في كل الناس وكل الاعلاميين. كمان اكد على ان القضيه بتاعته، القضيه اللي مرفوعه ضد مرتضى احمد منصور، وده يمكن اخر خبر معانا النهارده، ولو في اي سؤال مع حضراتكم يا ريت تقولوه لنا. قال لك احنا كسبنا قضيه ساسي والجزيري، وكمان عليهم غرامه لشيكابالا تتعدى $1,000,000. كمان يعني من ضمن الحاجات اللي قالها، قال لك انا تم الطعن على الحكم اللي صدر ضدي ب يعني ازاله عضويتي من نادي الزمالك وابطال كمان رئاسته، بانه قدم استشكال على تنفيذ القرار، وتم تأجيل البت في الحكم ليوم 16/6. بس ده ما يوقفش الاحكام. هتقول لي يا بيبو طب ازاي ما يوقفش الاحكام وانتوا وقفتوا او عملتوا طعن على عقوبه كهرباء فوقفت الحكم؟ هقول لك دي احكام ملهاش علاقه، دي كوره ملهاش علاقه بالمحاكم اللي تخص القضايا الاداريه والحاجات اللي تخص قضايا الانديه ما بينها وما بين يعني اعتبرها كده زي ايه، زي جمعيه اهليه تم الشكوك فيها، فبالتالي اترفع عليها قضيه وشالوا المجلس. فبالتالي ما ينفعش تطعن على القرار وتقول اني انا رجعت مكاني تاني، لانه الطعن على قرار المحكمه ما يوقفش تنفيذ القرارات دي. تعال بس ناخد معانا كده كام طيب ماشي، معاك يا حبي واعتزازي. تعالوا بس كده يعني اشارك مع حضراتكم اخر بوست كده كان موجود دلوقتي على السوشيال ميديا او في الاعلام بتاعنا. خليني بس اتاكد، يعني رقبتي وجعاني جدا بصراحه. طيب خلينا بس ايه نفتح جدول الترتيب الاول. جدول قبل ما
افتح جدول ترتيب الدوري، احب اقول لك انه علي معلول اكتساح، علي معلول اكتساح لما اتحط لاعب الجوله. يعني مش عايز اقول لك، هقول لك ايه، انه ما خلاش لا للمنقي ولا حتى للي مش متنقي. لكن انا عايز اسال سؤال للناس بتوع رابطه الانديه اللي بيشتغلوا على السوشيال ميديا كمان. هو حضراتكم ليه حاطين علم يعني اوكرانيا على يعني لاعب كرة قدم؟ اعتقد انه ده ملوش اي علاقة بالاتنين. ممكن تحطوا دايرة صفراء لو انتوا عايزين ان انتوا تقولوا ان ده لاعب نادي الاسماعيلي. ده بس كان تعليق صغير كده مع حضراتكم. خليني اقول لك كمان انه الاتحاد الدولي للكرة الطائرة يقرر عدم مشاركة سيدات الزمالك في كاس العالم للانديه. والاتحاد اعلن ان مشاركه بطل افريقيا سيتم مناقشته واجتماع الاتحاد الدولي المقبل، ويتم الموافقه عليه ستكون من العام المقبل مش من السنه دي. يعني حتى مكسب السنه دي بتاع نادي الزمالك امام انابيب البوتاجاز كمان مش هيقدروا يستفادوا بيه. وافرحي يا صافره، افرحي يا ايه يا صافرة. كمان نحب نقول مبروك كده ايه الاستاذ متصدر على يعني الاستاذ ابراهيم المنيسي تصدر تويتر بالرغم من انه زواج انغام وتركي آل الشيخ بحضور بعض الفنانين وبعض الهزازين. طيب كمان خليني ااكد لحضرتك انه كمان كان في عمر عصر عبر الفيسبوك محتاج دعمكم ودعواتكم الجميله. دور ال 16 من كاس العالم، عمر عصر بطل تغلب على بطل كرواتيا توماس لاف فوكر، واللقاء فيه كان في الساعة 7:30 وقدر يتغلب عليه وصعد وتلقى دعم كبير جدا جدا كمان من حسين الشحات زي ما حضراتكم شايفين كده. كمان حابب ادي كمان علشان ايه نوري بس لحضراتكم كده انه كان الاستاذ ابراهيم المنيسي كان النهارده هو ترند رقم واحد. كان ترند رقم واحد النهارده في مصر. برجاء لايك وشير يا شباب، يعني احنا قربنا نكمل 100 اهو. فيعني لو عجبك المحتوى بتاعنا خلينا ايه نكمل ال 100 لايك بتاعتنا. طيب خليني كمان اكد لك بعد انتهاء الجوله وبعد فوز علي معلول ب يعني لاعب الجوله، النادي الاهلي بيتصدر ب 56 نقطه، والمركز الثاني بيراميدز ب 55 نقطه، مع الفارق انه النادي الاهلي لسه ليه 5 مباريات يعني متاخره له، وفيوتشر عنده 54 نقطه في المركز الثالث، ونادي الزمالك في المركز الرابع يا استاذ مدحت ب 47 نقطة. وجاب اكيد يعني جاب كل المحبين بتوعه وكل متابعين وكل جماهير نادي الزمالك يا استاذ عاطف ناشد اللي عماله تتشتم عمال على الفاضي، جاب لهم كمان 1000 نقطة. طيب لحد كده تحياتي للأستاذة نادية داش. لحد كده أقدر أقول لحضرتك إنه أنا الحلقة بتاعتي خلصت. ما تقلقش، مفيش عقوبات هتتنفذ دلوقتي على محمود عبد المنعم كهربا. كمان ما تقلقش انه النادي يسيب حقه، ده ما مش بيحصل ولا حتى في طبق اليوم. لو عجبك المحتوى بتاعنا برجاء لايك وشير وكل الدعم للأستاذ إيهاب، يعني راجل أهلاوي محترم، أتمنى متابعتكم ليه. وكمان أتمنى من حضراتكم دلوقتي تطيروا. تقريبا أبو مروان هيبدأ بعد شوية، حتى لو أنا ما كتبتش معاكم بس أكيد متابع علشان عندي امتحان، فادعوا لنا. بالتوفيق للجميع وبشكركم، وإن شاء الله بنتمنى بكرة الفوز للنادي الأهلي. وما تنسوش يعني كل الدعم لمجلس الإدارة، كل الدعم لكل ما هو أهلاوي. هو ده اللي يهمنا، هو ده يعني الهدف الأساسي اللي احنا متواجدين هنا معاكم فيه. ما تنسوش لايك وشير للفيديو، ولو انت مش مشترك اشترك معانا، ويشرفنا جدا لو بتدينا كمان في تعليقاتك ادينا رأيك
في المحتوى بتاعهم.